الداخلية اليومين دول بتقبض على اشهر تيك توكرز في مصر. خليني اشرح لك الكلام على ايه. فجأة كده اتقدم بلاغات ضد اكتر من 30 تيك توكر مصري مشهور بتهم تقيلة زي التحريض على الفحش وافساد قيم المجتمع والتهرب الضريبي وغسيل الاموال. وعلى طول الشرطة اتحركت وقبضت على شاكر محظور ومداهم وسوزي الاردنية ومساجدة وام مكة وغيرهم، وفي منهم كان معاه سلاح بدون ترخيص ومخدرات. الاسماء دي تعتبر هي اللي كانت مسيطرة على التيك توك في مصر، وليهم متابعين بالملايين، ومحتواهم بيتلخص في حاجة واحدة: لايفات ومسابقات وكلام عن مين يجمع دعم اكتر وفلوس اكتر. لدرجة ان شاكر نفسه قال انه جمع فوق ال 15 مليون جنيه في لايف واحد، لكن ناس كتيرة شايفة انهم مش بيقدموا حاجة مفيدة وان هدفهم الوحيد هو جمع الفلوس. الفكرة بقى ان من حوالي شهر كده حصل اجتماع بين البرلمان المصري والمسؤولين في تيك توك، ووعدوا انهم هيحسنوا مستوى المحتوى في مصر في خلال 3 شهور، وان الحكومة ممكن تحط المعايير اللي تناسب قيم المجتمع المصري. واللي محير الناس هو ان المحتوى ده موجود بقاله سنين والناس دي بتكسب فلوس بالشكل ده من زمان. فالسؤال بقى ليه دلوقتي؟ خليكم معايا عشان تعرفوا الكلام على ايه.